هنتابع مع بعض انشاء الورك اوردر وتكملة الخانات اللي فيه. زي ما قلنا احنا حطيناه في البوك مارك، فهنفتح من البوك مارك ونختاره من الرقم هنا كده، نضغط على الرقم فبيدور عشان يفتح لنا الورك اوردر ديتيلز. نبص على الايه، على الشغل اللي احنا عاملينه. تمام، ونبتدي نتابع في التاب اللي جنب الورك اوردرز اللي هي البلانز. فتح البلان، لو في بيرنت ورك اوردر هيبقى ظاهر هنا الرقم. هنا المكان اللي تحط فيه الورك اوردرز الفرعية من الورك اوردرز الرئيسي بتاعنا اللي هو 17/32. لو في ورك اوردر فرعية بتضيف نيو رو وتحط ورك اوردرز تكريته زي ما احنا كريتناه دلوقتي. لو هو في ورك اوردرز موجودة اوريدي وانت عايز تخليها فروع للورك اوردر بتاعك، بتختار من سيلكت ورك اوردرز. من هنا تفتح لك لستة بالورك اوردرز الموجودة، تختار منها اللي انت عايز تخليه تشايلد تشيك بوكس كده، تدوس على التشيك بوكس هنا تقول له اوكي، يخلي الورك اوردر ده فرعي من الورك اوردر الرئيسي اللي انت بتعمله. طبعا احنا مش هنعمل كده عشان ما نلخبطش الدنيا. وتحت هنا في تاسك في ورك اوردر 17/32، ديت المهام او الخطوات اللي انت هتشتغل بيها داخل الورك اوردر بتاعك. فاحنا الورك اوردر بتاعنا مثلا ستارت ماكسيمو تريننج، فنحط كده كام سطر، نقول له نيورو. السطر الاول واخد ترقيم 10، وهتلاقي السطر التاني بياخد ترقيم 20. طب ليه عاملينه من 10 و20 و30؟ ايوه تمام، برافو. عشان لو عايز يضيف سطور بين الرقمين يقدر يضيف سطور زي ما هو عايز من غير ما يتغير الترتيب، ويبقى يرتبهم بعد كده. فبتكتب التاسك الاولانيه مثلا introduction of Maximo، introduction of Maximo دي الخطوه الاولانيه. estimated duration مثلا هتاخد 10 دقايق. ونخلي جميع الخانات بعد كده زي ما هي، ونقوله نيورو تاني. فجاب لنا خطوة 20، قفل الخطوة نمرة 10 اهي. هنكتب مثلا خطوة نمرة 20 what is new in Maximo 7.6.1، ودي هنخليها مثلا نص ساعة. نيورو والخطوة رقم 30 تبقى start generate work order. ودي تاخد كمان برضو ايه نص ساعة. نقفل بقى من هنا من المثلث ده. يبقى كده عندنا الثلاث تاسكات اتحطم اهمت. بس في مشكلة،
دي مفروض كده 10 ساعات، ودي 30 ساعة، ودي 30 ساعة. سوري على الخطأ ده، يعني هو كده مفروض الدقايق تتحط هنا. هنتغاضى عن الموضوع ده لان احنا بنعمل فور اكزامبل كده كتست يعني. نسيف. لو طلعنا على الورك اوردر وشوفنا الديوريشن بتاع الورك اوردر بقى كله، بالخطوات اللي احنا حطيناها، نروح كاتبين هنا مجموع الساعات اللي احنا عملناها، يعني 30 و30 و10 يبقى 70، duration هيبقى 70، ونسيف برضو. record has been saved. نرجع تاني للبلان. فتح البلان دوت، يظهر ان في حاجة في السيرفر او في الانترنت. فتح البلان زي الداسكات اللي احنا كتبناها. هنخش بعد كده على الجزء التحتاني اللي هو بنحط فيه الليبر، العمالة اللي هتشتغل في الورك اوردر، والماتيريال، والسيرفيس لو في سيرفيس هتتم، والتولز المستخدمة في الورك اوردر. فالليبر في الاول ممكن تختار سيلكت كرافت، مسمى وظيفي، يعني انت عايز مين اللي يعمل الشغل في الورك اوردر ده. طبعا ممكن نختار دول 77 اهم، بيعرض اول 15 منهم. هنشوف في كمبيوتر ولا مفيش. ويلدر، في نتورك هو اللي هيشرح الكورس بتاع الماكسيمو. طبعا لو عايز تحدد مين هو الشخص ده يعني بنفسه. طيب نتوقف لحد الجزئية ديت، وقبل بس نشوف الحل بتاع الشبكة، ونرجع نكمل تاني في الكورس اللي جاي ان شاء الله.